عندي، وهابدأ إن أنا أقلّبها حلو جدًا علشان تفُك منّي وتنعم وتبقى ناعمة زي الحرير. هانزل عليها بكيسين من السكر الدايت، زي ما أنتم شايفين كده معايا نزلت بكيسين من السكر الدايت. والناس اللي مش بتعمل دايت ممكن تحط سكر عادي، هتحط معلقة واحدة صغيرة على حسب المتاح معاكم والمتاح بالنسبة لكم. بعد ما نزلت بكيسين من السكر الدايت على الزبادية هقلبها حلو جدا علشان الزبادي تندمج مع السكر وتنعم نهائي. هنزل بيها بعد ما نعمت كده وزي ما انتم شايفين ناعمة جدا، هنزل بيها على اللبن او الحليب وهقلب الزبادي في اللبن او الحليب. هنزل بيها كده مره واحده كلها مش تدريجيا، زي ما انتم شايفين كده معايا اهو نزلت بيها كلها مره واحده. وهقلب اللبن حلو جدا في الزبادي علشان كل المكونات عندي تندمج مع بعضها. وطبعا مسخنه الفرن من قبل